تشاهدون كيف تتعامل السيارات والمركبات الآتية من تفروت متوجهة إلى أيتباها. هكذا هي الصورة أمامكم. طرق كما أقول لكم، هذه نقطة توقفنا عندها، فهناك نقط كثيرة حتى الوصول إلى مركز جماعة تفروت على بعد مسافة تقريبا 10 كيلومترات من هنا. مشاهدينا الكرام، تحديات كبيرة يواجهها كما أقول لكم المركبات الموجودة التي تريد الذهاب إلى تفروت. هذا هو الطريق الذاهب إلى تفروت، إلى بلد رئيس الحكومة. ولم يكذب الملك محمد السادس حينما قال أن المغرب يسير بسرعتين. هنا في هذه المناطق خص بالذكر سواء تفروت بإقليم تيزنيت وبعض الهوامش الأخرى على مستوى إقليم تيزنيت، وأيضا ترودنت ما تزال تعاني، لا تتحرك فيها التنمية حتى نتحدث عن السرعة. وأنتم تشاهدون التحديات التي يواجهها العابرين عبر هذه الطرقات، وأنتم تشاهدون يعني الطريق الذاهب إلى تفروت. وتفروت تعتبر وجهة سياحية عالمية يعرفها العالم، ليس فقط المغاربة بل العالم. ومع ذلك لا توجد هناك منشآت أساسية وبنيات أساسية في هذه المنطقة. وهذا كما أقول لكم طريق رئيسي قد تركه المستعمر وما يزال. وهنا المنطقة الحدودية بين إقليم ترودنت وإقليم تيزنيت، هنا أفرني، هنا تراب جماعة أيت عبد الله، وهذا الطريق الذاهب إلى جماعة منطقة مستوى إقليم تيزنيت. كنا في قرية 3 سقاق تتبع إلى إقليم تيزنيت. تصوروا أن هذه القرية يأتون إلى إقليم ترودنت، إلى تراب إقليم ترودنت، من ثم الدخول إلى إقليم تيزنيت. يعني معضلة كبيرة حتى بالنسبة للتقسيم سواء ترودنت سواء تيزنيت، وأيضا حتى بالنسبة للبنيات الأساسية والبنيات الطرقية على مستوى كل هذه المناطق، فهي تعاني. هناك طرق غير معبدة، نتحدث عن أكثر من ربما 60%. وأنا شاهدت يعني المابس وشاهدت يعني بعض خارطة الطرق الموجودة على مستوى إقليم تيزنيت وعلى مستوى إقليم ترودنت. الأزمة كبيرة كما أقول لكم، والطريق دائما كما أعتبره أنا ركيزة أساسية، هو فعلا ركيزة أساسية في التنمية. والطريق إذا كان هناك طريق جميل ورائع يسهل على السياح إلى الولوج إلى هذه المراكز وهذه الوجهات السياحية على مستوى المملكة المغربية. الأطلس الصغير كما أقول لكم ما يزال هو أيضا يعيش المعاناة والويلات، شأنه وشأن باقي مدن الجبال. هكذا هي الصورة أمامكم، وأنتم تشاهدون كيف تتعامل السيارات والمركبات الآتية من تفروت متوجهة إلى أيتباها. هكذا هي الصورة أمامكم. طرق كما أقول لكم، هذه نقطة توقفنا عندها، فهناك نقط كثيرة حتى الوصول إلى مركز جماعة تفروت على بعد مسافة تقريبا 10 كيلومترات من هنا. مشاهدينا الكرام.